هيوصلك أسوان في أقل من ثانية وباريس في ثانيتين، ولو حابب تطلع القمر في أقل من ربع ساعة تكون هناك. شاب مصري أبهر العالم باختراعه وعمل اللي مفيش مهندس في اليابان والصين عرفوا يعملوه. قطر هيوصلك آخر الدنيا في أقل من ثانية، سرعته بتنافس الصوت وأسرع من الطيارات. يا ترى مين هو محمد جمال وليه المصريين اتريقوا عليه واختفى فين بعد اللقاء ده؟ تعالوا نعرف إيه الحكاية. ولد صغير في السن، طالب مصري، قاعد بكل هدوء وبيقول جملة قلبت السوشيال ميديا، وطلع قال أنا اخترعت قطر كهرومغناطيسي فائق السرعة، سرعته 570 كيلومتر في الساعة. الرقم تقيل مش بسيط ومش طبيعي أصلا. يعني إيه قطر يوصلك في الثانية مش دقيقة؟ محمد جمال الطالب اللي قال الجملة دي ما كانش بيتكلم كأنه بيحلم، كان بيتكلم كأنه نفذ الاختراع جاهز ومستني الموافقة بس، ومفيش تردد في صوته ولا خوف من رد فعل الناس. الولد واثق جدا في اللي بيقوله، ودي أكتر حاجة خلت الناس تسكت وتسمع. قطر كهرومغناطيسي يعني بيتحرك بقوة التنافر بين المغناطيسات، ما بيستخدمش عجلات ولا حتى بنزين، بيطير فوق السكة من غير احتكاك. التقنية دي أصلا موجودة في دول زي اليابان والصين، بس مش بالسرعة اللي محمد بيتكلم عنها. الرقم اللي قاله لو صحيح يبقى بيتكلم عن وسيلة نقل أسرع من الصوت، ده بيتكلم عن سرعة تخلي المسافات ملهاش معنى. بيقولك يعني من القاهرة لمطروح في ثانية وربع تبقى هناك، من القاهرة لأسوان في أقل من ثانيتين، من طرابلس لنيويورك 15 ثانية، أما من القاهرة للقمر في حدود 11 دقيقة. الناس ابتدت تحس إنها قدام حاجة خارقة للعادة، مش مجرد فكرة ولا حلم، دي نقلة في تاريخ العلم. بس مفيش رسومات، مفيش تفاصيل، مفيش أي نموذج أو حتى ورق يشرح الفكرة، وده خلى الناس تقف في النص بين الحلم والواقع. طبعا الموضوع حصل فيه جدل كبير، والناس انقسمت نصين، نص صدق وافتكر إن محمد ممكن يكون عبقري سابق سنه وسابق زمنه ويمكن فعلا عامل حاجة محدش عارف يعملها، والنص التاني حس إنها مبالغة كبيرة واللي بيتقال ملوش أي أساس من الصحة. وإزاي طالب لسه في المدرسة يوصل لاختراع بالمستوى ده من غير ما يمر بأي مراحل بحث أو دراسة؟ لكن وسط كل النقاش ده حصلت حاجة غريبة، محمد اختفى بعد اللقاء على طول، لا كتب بوست ولا طلع في قناة تانية ولا رد على الناس اللي بتسأل عنه، كأن القطر اللي اخترعه ده أخده ومشي، كأن اللحظة كانت كلها حلم وفاتت. ناس قالت يمكن اتعرض لضغط كبير، يمكن حد خلاه ينسحب من غير ما يشرح، ناس قالت يمكن هو نفسه استوعب ان الفكرة مش دقيقة وقرر يختفي قبل ما يتهاجم اكتر، وفي ناس شايفة ان القصة كلها مجرد خيال كبير. الولد فعلا اتخض من رد الفعل وسكت، بس رغم كل ده محمد جمال ساب وراه فكرة صعب تتفهم، سهل تضحك عليها، بس في نفس الوقت خلت الناس تتكلم، خلتهم يسألوا، خلتهم يراجعوا علاقتهم بالعلم والإعلام وباللي بنصدقه ونصدره على الشاشات. الولد اختفى بس السؤال لسه موجود، هل كان بيحلم؟ هل كان صادق؟ هل فعلا اخترع حاجة عظيمة ولا كان بيقول كلام أكبر منه بكتير؟ وهل كان يستحق التريقة ولا كان يستحق حد يمدله إيده ويفهمه؟ في النهاية محمد جمال دخل التاريخ من باب غريب جدا، باب اتفتح في لحظة واتقفل بسرعة، بس ساب علامة، ساب لحظة تفكير، حتى لو لحظة قصيرة، بس خلتنا نبص حوالينا ونفكر مش في القطر بس في اللي بيقولوا إنهم مخترعين، واللي نسمعهم ونصدقهم، واللي بيدوا مساحة للخيال بتاعنا إنه يطلع من غير حساب.